يا حسيني، حسيني يا حسيني. فاهم دخل وطي صوتك، الناس لسه نايمه. طب انزل يلا عشان في مصلحه مستعجله، بس ايه جوسي. خلاص ماشي نازل لك اهو. طب يلا ما تغيبش، انزل يلا. فاهم اتخانق على الصبح. لقيت لك بقى مطعم وكافيه عاملين افتتاح النهارده، يعني هناكل وهنشرب وهندلع الكرش ببلاش. بقى انت جيت صح، انا عشان كده تصدق يالا ان انت سكن لي فعلا. بقول لك يا حسيني، ده اللي خلك من الفاظك، احنا دافنينه سوا. خلاص ما تزعلش نفسك، فين المكان ده يعني يا مدخل؟ في ابو غالب تبع منشيه القناطر في الجيزه. يا نهار ازرق، يعني عشان ناكل ببلاش تودينا الجيزه؟ ما انت عارف يا حسيني بقى الاكل بيحب الخفيه. انا قلبي مش مرتاح للحوار ده، ما اتخانق. يا عم خليك ورا الكداب لحد بيت الباب. ماشي بس كده انا نوفره في ثمن الاكل، هندفع في المواصلات. لا ما انا عامل حسابي مش هندفع ولا مليم في المواصلات. ازاي يعني هتودينا بايه يا مدخل؟ يا عم تعالى معايا وما تشغلش بالك. يلا بينا. يلا بينا. يلا عشان القطر جه. ماشي بس خلي نفسك من بالك عشان انت بتركب القطر. تفتكر يا مدخل الناس دي عامله الاكل مجانا بمناسبه الافتتاح؟ طبعا اي مكان بيفتح جديد بيبقى اول يوم ببلاش. طب تعال نطلع قدام احسن، التمثال جاي احسن يطوقنا. ما تقلقش يا حسين، معايا كارنيه عدينا من اي مواصله عامه. كارنيه ايه ده يا مدخل؟ بتاع ظابط صاحبك؟ لا ده كارنيه نقابه السكنليه، اتقل كارنيه في الجمهوريه. لا والله. طب يلا نطلع على اول عربيه عشان قربنا نوصل. يلا بينا. تعالى بقى اما نركب من موقف المنشيه لحد ابو غالب يا حسين. يلا بينا. الحمد لله على السلامه يا حسين. هو ده بقى المطعم والكافيه اللي انا بقول لك عليه، ايه رايك بقى؟ مكان جامد اهو يا مدخل، نفسي اعرف انت بتوع على الاماكن دي ازاي؟ هو في ايه يا حسين؟ وانا شويه ولا حاجه؟ ده انا اكبر سكن في البلد. طب يلا بينا عشان انا هطول من وقوعي. وانا كمان على بطن لحم من الصبح. يلا بينا. يلا بينا. ايه رايك في المكان بقى يا حسين؟ لا المكان حشوم الحشومه يا مدخل. امال بقى لما تشوف الاكل يا حسين هتنبهر انبهار ايه؟ امازن. انت بتتكلم بجد يا مدخن ولا بحقيقه وحقيقي؟ بتكلم جد طبعا وانا بلعب. لا الصراحه يا مدخن انت مش بس صديق، انت كمان ماي فريند. الله يخليك يا حسين. طب اطلب لنا بقى عشان وسوس بطن بتعصفر. جرسون، جرسون. اهلا وسهلا يا فندم، نورت بورتولاند. الله يخليك يا محترم، الف الف مبروك على الافتتاح، ربنا يجعلها فتحه خير عليك. شكرا لذوقك يا فندم، تحب تطلب ايه؟ والله انا عامل دايت مش هنكتر، يعني هتلاقي كيلو كباب ضاني وكيلو كفته ضاني وهتلاقي فرخه شيش وكيلو طرب وهتلاقي كيلو نيفه وموزه ضاني وهات جوزين حمام وهتلاقي كيلو مندي واعمل لنا كيلو ريش ضاني وهتلاقي بقى سمبوسه وممبار ورقه لحمه ورقه سجق ورقه كبده. تمام يا فندم، اي حاجه تانية؟ شويه تحابيش بقى اللي حوالين الاكل دول. قصدك سلطات يعني؟ لا سلطات ايه، بقول لك عامل دايت. هتلاقي طاجن عكاوي، طاجن ورق عنب كوارع، وهتلاقي طاجن لحمه بالبصل، واعمل لنا طاجن خضار باللحمه، وطاجن مكرونه بشاميل، وطاجن بطاطس باللحمه، وطاجن فريك بالحمام، وطاجن بطاطس باللحمه، وطاجن فريك بالحمام. تمام يا فندم، اي حاجه تانية؟ لا كفايه كده، اصل احنا لسه نتعشى في البيت. تمام يا فندم، 10 دقايق والاكل يكون جاهز، بعد اذن حضرتك. ايه رايك في الاكل يا حسيني؟ حشوم الحشومه مدخن، تسلم ايدك. تسلم ايدك ايه يا ابني، وانا اللي طبخه؟ كل مطرح ما يسري يجري. اهدي يلا حسين، الاكل هنا جامد قوي يلا. انت بتوع على اماكن يا سكلي مالكش حل. ما ايه رايك في المند ده؟ مندي مين اللي بيلعب في ريال مدريد؟ لو ان البط ده احزن. الف حمد وشكر ليك يا رب، انا اول مره اكل بالطريقه دي يا حسين. الف شكر يا شيف، تسلم ايدك، الاكل جوسي جدا 100%. تسلم، ده من ذوقك، دي اجيب لك الريسيت. لا 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 يا باشا الله يخليك، بلاش ريسيف، انا مش عاوز حل اصلا، انا كده 100%. تسلم ايدك. لا انت فهمت غلط، الريسيت ده يعني الحساب. مالك يا باشا، ايه اللي حصل؟ يا باشا مش انتوا عاملين الاكل مجانا النهارده بمناسبه الافتتاح؟ مدخلهم منك لله.
انتوا كده شكلكم سكليه وبتوع حوارات. ايه ده انت عرفت من ايه؟ منك لله مدخل. هتدفعوا الحساب بالذوق ولا بالعافيه؟ انت بتكلمني بالطريقه دي كده ليه؟ احنا من عيله مبسوطه جدا ما بتبطلش ضحك. خلاص يا عم ادفع الحساب. بلاش احراج بقى مدخل، روح هات فلوس من العربيه. حاضر يا حسين. انت قلت لي الحساب كام؟ كده الحساب 3190. الله، انت بتعمل ايه هنا يا توخي؟